مرحبا يا حبايب، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم طبعا هنعمل فيديو زي ما انتم شايفينه، شيء كده مشهي جميل. هنعمل بقلاوة بالكاجو، فأتمنى انكم تستمتعوا بمشاهدة الفيديو وتجربوا الوصفة. طبعا المقادير بسيطة، عبارة عن سمن، كاجو، ورق الجلاش وماء زهر وسكر، ملعقة سكر بس. شيء بسيط جدا. حاولوا تطبقوا الوصفة وحتعجبكم. بالنسبة للسمنة هنخليها على نار هادئة طول ما احنا بنجهز البقلاوة. نيجي الكاجو لازم يكون مجروش خشن زي ما انتم شايفينه. يفضل يكون مجروش، لأنه لو كان ناعم ما بيطلع لذيذ. فنضيفنا له ملعقة سكر، ملعقة واحدة، ده تقريبا ربع كيلو كاجو، وملعقة ماء زهر. نعجنهم كويس مع بعض. ده طبعا مهم جدا يا جماعة، لأنه بيساعد الحشوة تتماسك. فنعجن ونعجن ونعجن لغاية ما نحصل على كورة كده متماسكة أو بتتفتت بسهولة. إذا حسيناها ما متماسكة نرجع نعجن مرة ثانية، ما في مشكلة. شايفين؟ حسيناها بتتفتت نعجن تاني، ما نزيد سكر ولا نزيد موية، ولكن نستمر في العجين. إذا ما عندكم ماء زهر يا جماعة تقدروا تستخدموا موية عادية، ما في مشاكل. شايفين الكورة؟ شايفينها بتتفتت بسهولة كده، هي جاهزة. نجي للجلاش نفسه. طبعا ده نص كيلو، 500 جرام زي ما انتم شايفين. عجينة ما شاء الله حلوة. ما نقدر نقول كعبة بصراحة، ساعات بيجي لنا عجينة بتكون أسوأ من كده وناشفة ومقرمشة وحالتها بالبلة، بس دي كويسة الحمد لله، جديدة. فنشوف القياس بالنسبة للكمية اللي عندي أنا والصينية. تقريبا القياس ما مناسب جدا. إذا كان القياس عندكم ما مناسب أو الصينية كانت أكبر أو أصغر، تظبطوا الموضوع. لازم يا تجيبوا صينية كبيرة أو تقصوا الأطراف إذا كانت العجينة أكبر من الصينية. بس أنا ممكن ما أضطر أقص إلا شيء بسيط. طبعا أول شي لازم أقسم العجينة نصين بالتساوي. ولو يعني الكمية تكون مثلا لو كنا 10 هنا 10، هنا 12 هنا 12، ما يكون في واحدة أعلى من الثانية. طيب، شكرا يا جماعة للناس المشتركين في القناة، وشكرا للناس اللي بيرسلوا لي صراحة لايكات وتعليقات جدا محفزة. مرحبا بالجميع، أنا بشكركم جدا. شايفين؟ بس نشوف القياس. تقريبا نفس ما في فرق كبير، يعني ممكن أضطر أقص طرف بسيط وممكن ما أضطر، يعني شيء بسيط جدا جدا، يعني almost نفس القياس. أبتدي أضيف الأوراق واحدة ورا الثانية. في ناس ممكن يقول لك أنا أريح راسي وأخذ الجزء اللي أنا قسمته على 2، الجزء اللي خليته للأسفل كله أخليه كله مع بعض. ليش واحدة واحدة واحدة؟ إذا بتخلوها واحدة 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 بتكون مهششة وخفيفة. أما لو بتشيلوا القطعة الكامل كله تحطون كلهم مع بعض كده، شو بيحصل؟ بتكون يعني ما سهل، لازم تمضغوا فيها عشان تمضغوا فيها، بتصير شوية ناشفة يعني. فيستحسن ورقة ورا التانية، ورقة ورا التانية، بيكون أسهل يعني، وتطلع أطيب إن شاء الله. فشوية نرش على الوجه شوية سكر، شوية، شيء بسيط جدا، ما تكتروا. إذا كترت السكر شو حيصير؟ حينشف بعدين، ينشف ويصير ناشف. عرفتوا كيف؟ بعد كده حنضيف الحشوة اللي هي الكاجو اللي احنا جهزناه قبل، ونفرده بالملعقة، نفرده باليد، ما في مشكلة. المهم موضوع بسيط، نسطحه بطريقة كويسة كده حتى انه يغطي كل الطبقة بالكاجو زي ما انتوا شايفين. شكرا يا جماعة للناس المشتركين، شكرا للناس اللي بيبعتوا لي كومنتات جميلة ومحفزة. مرحبا بالجميع. والناس اللي ما اشتركوا يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس. وانا احب اللايك صراحة، اللايكات بتاعتكم جميلة. شايفين؟ انا كده بضغط عليها ضغطة خفيفة جدا، ممكن تضغطوا اكتر يعني كأنه بتكبسوها كبس، بس ده شيء اختياري طبعا. انا بحبها تكون خفيفة اكتر، فالضغط خفيف. الحين بنرجع بعد كده شو بنحط الطبقة الثانية اللي هي اخر جزء يعني من ورق الفيلو.
هنبتدي نرصه بعد الضغطة الخفيفة دي. شايفين يعني بتطلع لكم حاجة كده والله شيء ولا أروع. جميل. جربوا الطريقة دي، بتلقوها يعني اقتصادية وحلوة يعني. فواحدة ورا التانية واحدة ورا التانية. وقلنا طبعا الشيرة لازم تكون عسل سيرب تقيل. الشيرة بتاعت البقلاوة دايما بتكون تقيلة، مو زي الشيرة بتاعت الباسطة. وبنضيفها وهي ساخنة، يعني شيرة بتغلي بنضيفها للبقلاوة أول ما طلعناها من الفرن. طبعا كده أضفنا الطبقات زي ما انتم شايفين. هي خطوات بس، يعني الموضوع بسيط جدا جدا، بس طبقوه بنفس الطريقة إن شاء الله يطلع لكم شغل مشرف ويعجبكم إن شاء الله، واقتصادية وما عندها أي مشكلة. شوف بعد كده إذا في حاجة كده زيادة خفيفة على الحواف أنا بشيلها وبحاول بكف الطرف. ده ضروري جدا تكف الطرف عشان لما ندخلها الفرن ما تطلع منا المكسرات برا. فيستحسن دايما يعني تكفوها من هنا. أنا هنا في قطعة شوية زيادة، خيط بسيط جدا بتخلص منه. ممكن تقصوه وتتخلصوا منه في نفس الوقت، وإذا ما تخلصتوا منه ممكن بعدين بعد ما تتخبز، ما في مشاكل. ولازم تكفوا الأطراف عشان الحشوة ما تطلع في الفرن. لما يبدأ يستوي وكده الحشوة ممكن تطلع إذا ما كفتوها، فأحسن تكفوها من الطرف. بسيطة جدا يعني، بطرف السكين بس تضغط عليها بتلقوها يعني بسهولة بتتكفى، خاصة إذا كانت العجينة كويسة يعني ما ناشفة. بعدين ضغطة خفيفة جدا جدا نسوي الأطراف ونخلي الشغل يكون دايما جميل ويكون مرتب عشان يدينا نتيجة حلوة مشرفة. طبعا لازم تغطوها دايما، إذا تاخدوا شي تتناولوا شي من الخزانة أو ترجعوا لازم تغطوها لأنها بتنشف بسهولة. نجي الحين لمرحلة التقطيع. بالنسبة لي أنا عايزة أقطعها مثلثات، فأنتوا لكم الخيار. إذا حابين تقطعوها مثلثات تتبعوا نفس الطريقة، إذا عاوزين تقطعوها مربعات أو مستطيلات يعني الموضوع بسيط. طبعا خطوط طولية في عرضية، أما المثلثات شوية طريقتها غير. حين نعمل الخطوط الطولية كامل، بعد ما نعمل الخطوط الطولية بعدين أوريكم شو حنعمل بعد ما عملنا الخطوط الطولية عشان نطلع الشكل المثلث. وتقريبا شكل بسيط يعني، ما هو مش صعب يعني. إذا حسيتوا إنه ما بتقدروا تتحكموا تطلع لكم قطعة كبيرة وقطع صغيرة، ممكن تستعملوا مسطرة، بس ما أعتقد يعني الموضوع يحتاج. تحاولوا بالنظر كده، تحاولوا تخلوا الخطوط تكون مساوية لبعضها عشان بعدين القطع تطلع لنا متساوية في حجمها، الأحجام تكون متساوية. جربوها إن شاء الله هتعجبكم ومشرفة جدا، وشي تعملوه بتخلوه في البيت يعني دخل عليكم ضيف في أي لحظة ما عندكم أي مشكلة. كوباية شاي مع قطعة بقلاوة وزي الفل. بعد كده أنا قاعدة أقطع التقطيع اللي هو مثلث على زاوية. إذا حبيتوا القطعة كبيرة بتخلوا الزاوية تكون عريضة، وسعوا الزاوية. حبيتوا القطعة صغيرة خلوا الزاوية تكون يعني خطوط تكون قريبة من بعضها عشان تطلع لنا القطع صغيرة. فلكم الاختيار زي ما تحبوا تعملوا. ده ما في تقيد فيه يعني، وما له أي تأثير على الوصفة غير إنه يطلع على مزاجكم. يعني الواحد عاوز يعمل على مزاجه ما في مشكلة، بس نستمر في التقطيع بنفس الطريقة. شكرا للناس اللي اشتركوا في القناة، وإذا ما في حد ما اشترك يا جماعة أتمنى إنكم تشتركوا، تفعلوا الجرس وترسلوا لي الكومنتات الجميلة، الكومنتات المحفزة. أنا دايما بتجيني والله تعليقات كتير حلوة، أنا بنبسط جدا منها وأنا مبسوطة منكم، ومرحبا بالجميع. طبعا الحين كده خلصنا تقطيعها زي ما انتم شايفين، يعني الشكل بدأ يبين وهيبين أكتر لما نضيف لها السمن. السمن قلنا لازم يكون حار بدرجة حار، يعني مش مغلي بس حار يعني.
شايفين أنا حين بضيفه وهو حار، ولو لو ما حتسمعوا انتوا بس بيعمل صوت لما نضيفه للبقلاوة. فخليكم سخيين في السمن، زيدوا السمنة قدر ما تقدروا، سقوها كويس، وهي في الآخر حتلفظ السمن الزيادة. إذا في سمن زيادة في الآخر حيكون باين، يعني سمن كان أو سيرب زيادة. فأول ما نميل الصينية بقدر نصفي السمن الزيادة من غير أي مشاكل. بنصفي السمن والشيرة اللي هي زيادة عن الحاجة يعني. فما تخافوا تقولوا يعني السمن كترنا السمنة أو كترنا الشيرة وهذه الأشياء. الشيرة ممكن تتحكموا فيها من أساس وتخلوها قليلة، أما السمنة فلازم تتسقى بالسمنة تماما يعني، بعدين بترجع تتصفى يعني. هي حتاخد حاجتها وحتلفظ الباقي حنصفيه. طبعا هنا هي جاهزة الحين. أنا ما حدخلها الفرن على طول، هخليها شوية تتشرب كده بهدوء، تتشرب السمنة وهي سخنة حتدخل بين الطبقات وتكون جاهزة. بعد كده حندخلها الفرن، يعني بخليها نص ساعة إلى 45 دقيقة بها كده من غير ما أدخلها الفرن ولا أي حاجة. في المرحلة دي ما تحتاج تتغطى كده خلاص يعني، لأن أوردي السمنة فيها مش حتنشف العجينة. بعد كده تقريبا أنا حدخلها الفرن وأطلعها. شايفين دي النتيجة النهائية بعد ما طلعتها من الفرن. وهي أول ما طلعتها هذا شكلها ما شاء الله لونها جميل. بعد كده يجي الدور المرحلة الأخيرة اللي هي إضافة الشيرة. والشيرة قلنا تكون ساخنة تغلي والبقلاوة طالعة على طول من الفرن. نضيف الشيرة كامل وسلام. يا أحلى، تخلوا